حد فيكم استخدم عقله ومثلا حب يفكر يقول هي ازاي سما المصري تعمل برنامج ديني؟ طب ليه ما يكونش كدبة ابريل؟ متعودين كل سنه على نفس الشهر ان الناس كلها مثلا بتيجي بتافور قوي في الكذب، يعني مثلا السنه اللي فاتت جاي بيقول لك ده وكاله ناسا لقوا اثار على كوكب المريخ. لقوها ازاي يعني؟ انا عايز افهم طلعوها ازاي؟ يعني الراجل الغلبان ده مثلا كان شغال بيحدف اثار على الكواكب زمان. سما المصري هتعمل برنامج ديني، ازاي يعلنوا على الحرب اقتلوها؟ يا عم دي كدبة ابريل. النادي الاهلي يجي يقول لك ده النادي الاهلي اعظم نادي في الكون ونادي الكون ازاي؟ يعني مثلا انت عندك كواكب ومجرات ونجوم وثقوب سوداء بقى ومجرات مجاوره وهنا وهناك وفوق وتحت، ويقول لك النادي الاهلي نادي الكون. يعني هم سابوا كل الدنيا دي وجم في كوكب الارض وفي مصر واختاروا النادي الاهلي عشان يبقى نادي الكون. طب ازاي يعني؟ اديني عقل امك. هتصحى الصبح تلاقي واحده كاتبه لك بوست انا صباع رجلي اتكسر، تيجي بالليل تلاقي دي كدبة ابريل. طب انا مش فاهم انت هتستفادي ايه لما تنزلي مثلا بوست تقولي انا فرحي الاسبوع الجاي، فرحك الاسبوع الجاي، وتيجي بعدها باسبوع تقولي ده كدبة ابريل؟ يا ستي دي مش كدبة ابريل، دي كدبة حياتك اساسا. انت ولا هتتجوزي ولا تشوفي جواز غير في الحلم. السلام عليكم، تاكسي رايح المطار؟ اه ماشي. طب السلام عليكم، ده كدبة ابريل. ضحكت عليك. ايه يا عم في ايه يا عم؟ انتوا ايه السخافه اللي انتوا فيها دي؟ مش فاهم يعني انتوا طول السنه ما بتقوموش من على السجاده والمصليه وبتبيعوا في سبح وتيجوا في شهر ابريل تكذبوا؟ طب ما انتوا طول عمركم بتكذبوا. واحد بيكلم حبيبته مثلا يبقى بيكلم عليها 17 واحده، يجي في شهر ابريل يقول لها ايه؟ انا بكلم 17 يا حبيبتي. ضحكت عليكي، دي كدبة ابريل. يجي مثلا في شهر 5 هي تكتشف الموضوع تقول له انت بتضحك عليا وبتكلم بنات كتير غيري. يقول لها ايه ده انا مش قايل لك الشهر اللي فات ولا ايه؟ ايه في ايه؟ ما تتزبطي. تصحى بقى الصبح بقى على الفيس بقى بقالي 3 ايام في المستشفى، بقالي 3 ايام في المستشفى معلقه محاليل، والله معلقه محاليل والله. اسندوني مش قادر، هقع من طولي. وتيجي بعدين بالليل كدبة ابريل. كدبة ابريل ضحكت عليكم كلكم. طب ما احنا عارفين ان كدبة ابريل، ما احنا عارفين ان الشهر كله هري في قرف اساسا. ايه الابداع في كده؟ ابدعوا في الكذب. طب حتى ده انتوا مقرفين. اقطع ايدك واطلع بصوره فوتوشوب وقول ايدي اتقطعت مثلا، ممكن نحاول نصدقها، وتيجي بالليل قول لنا فوتوشوب ولا قول لنا كذبه ابريل. يعني في ابداع. واحد يجي يقول لك انا هقفل الاكونت عشان الحياه حط عليا الحياه وخلاص بقى لا اسيب الدنيا واهاجر واعيش على كوكب القمر. يا كوكب الارض يا ابن الكلب انا مش قاعد فيك تاني. ويفضل يعمل كده وبالليل تلاقيه عادي جدا وبينزل صور دولارات ومعلق ميتينات على الحيطه عنده، الدنيا جميله. بقول لكم ايه الكذبه الاشهر لحد دلوقتي ان شريف اكرامي حارس مصر الاول. خلينا مثلا ماشيين ورا سما المصري وايه نحاول نعتقد ان هي هتعمل برنامج ديني. هل البرنامج الديني ده مثلا هيبقى عباره عن ايه؟ هي هتطلع لنا عامله ازاي اساسا؟ يعني هتطلع لنا مثلا بميني جيب وحجاب ولا متنقبه على بيكيني؟ برضه في حاجات عقلك المفروض تتخيلها، يعني مثلا اللي هو ازاي يعني دي هتبقى حاجه حقيقيه. هتعمل برنامج هتسميه ايه مثلا؟ براعم في خد ايه؟ طيب ما هو انت برضه المفروض تستخدم عقلك. استنى بس الشهر ده انت هتلاقي كميه بقابورت ضربت في الفيس. الو يا محمود. ايوه يا محمود. ايه محمود انا محتاج 10,000 جنيه دلوقتي يا محمود. ايوه عمليه رجلي اتقطعت هلزقها تاني يا محمود. ايوه بسرعه انما ابوس ايدك. الو يا محمود عملت ايه يا محمود؟ بعت العربيه يا ابني المجنونه دي كدبة ابريل. هينزل يشتريها تاني. يا ابني ايه؟ ينزل يشتري العربيه ده ايه؟ الله يسامحك ماشي الله يسامحك الله يسامحك سلام الله يسامحك